بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، المعقد التاسع عشر. دزانن للسيصدو تاوك النوصدة مبني على فتح الجزئين. وما دام قلت المعقد التاسع، والله مليلة المعقد التاسع عشر، والله مرفوعة تاسع لبروي نعتى لبو معقد، والله مبنية علامة رفع كي لسر درنا كي كضم كي فتح كي خوي دمينيته سبتيت محل رفع، سبتيت محل نصب، سبتيت محل جر، هر أو فتحيه. شغف القلب بالعلم وغلبته عليه. شغف خوش يستيزوله لم نراتي شولا شغاف القلب واتو شغاف أو پردەتەن کەیە کە دەوری دڵی داوە. جاکاتی خۆشەویستی دڵ پڕ دەکا و دەگاتە ئاستی ئەو پەردەیە، دەڵێن شەغەفەه حوبە، قەد شەغەفەها حوبە، یعنی خۆشەویستیەکەی گەیشتووەتە شغافی قەلبی. ئەو دڵە مەشغوف بێ، علمی تا ئەو سەرخۆش بێ، وغەلەبەته عەلەیه، ئەو شەغەفە ئەو خۆشەویستیە زاڵی بەسەر دڵدا هەتا لەزەتی دیکەی لەبیر بباتەوە. فصدق الطلب له، ئەگەر ڕاست بکا لە طەلەب و لە داواکردنی، يوجب محبته، ئەوەی لەسەر واجب دەکا کە خۆشی بێ. وتعلق القلب به، دڵی پێوەی وابەستە بێ. ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه. عبد درجة علم بدزنا هنيتا وقورتين لذتي ناو علم دانا لبر أوا يقول علماء تابعين للزهري ولغيره يشو الروايات ذكريه ابن سيرين و الله علم سعيد كر المسيب والروايات ذكريه كفرميتي علم كم يشد ناداتي هتا همو خوي ندي تا همو خوتي بيشكش نكي كما إلى خوي ناداتي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: ومن لم يغلب لذة إدراكه وشهوته، هركس ظال نكا لذتي إدراك قيشتني بعلم وشهوتي علمي على لذة جسمه وشهوة نفسه، مثل لذة جستي كان وشهوة نفسانية كاني، لم ينل درجة العلم أبدا. هرجيس بلي علم بدزناهن. وإنما تنال لذة العلم بثلاثة أمور. لو أنا برسيار بك أي بويا مو لذة ثمانية أصلا شون لذة بدز دي شون وابكينوكو أوان لذتي لي ببينين. وإنما تنال لذة العلم بثلاثة أمور، بس ايش بدز دي؟ ذكرها أبو عبد الله بن القيم رحمه الله في كتابه السالف. لو كتبي بيشتر باس معك كمفتاح دار السعادة باسي دكاد الله. أحدها بذل الوسع والجهد، همو هول ما ندوخ بوني خوي لبناو دا بخات قر وذبان أو صبر آلام قلتنا لسر زحمتي كاني لذتي وبيدا ذكا. باشان صدق الطلب، راست كبدو علم وبي أو علمك أداتي رازي كني خواه سبحانه وتعالى. بو پارە پەیداکردنی نەبێ، بۆ ناوبانجی نەبێ، بۆ شانازیکردن و فەخری نەبێ بەسەر خەڵکەوە. وثالثها صحة النية والإخلاص. ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب. قلبي جوعاء كبربو بشتك جيغايشتي كي تيدا نابيتوا. لبنو شافعي رحمة الله عليه بيلي فرمو: لو كلفت شراء بصلة ما فهمت مسألة. في الله أن يكسلك بياز بكرة يكسلك هي استيناقم حتى أو ظلم فارغنا كمولو. ومن سبر هذه اللذة، يعني فتش عنه وبحث عنه، سبر. ومن سبر هذه اللذة في أحوال السابقين من علماء الأمة، هندك جاري الصبر بمعنى استقصاء دي. أظن فلان سبر روايات الزهري،
هەرچی ریوایەتی زوهری ئاگادارێتی و لێی کۆڵیوەتەوە تا هیچی لەدەست دەرنەچوو. هەر کەس بە دوای ئەو لەزەتەدا بگەڕێ لە ئەحوالی عولەمای سابقین رأى عجبا شتی سیر دەبینێ. فلسان أحدهم زمان حاڵ یەکیانەوەیە کە دەڵێ ما لذتي إلا رواية مسند قد قيدت بفصاحة الألفاظ. لذتي من لو دنيا لهيج دانية رواياتي مستندق نبي رواياتي كتابق نبي لفرمودا كتقيت كراو ونسرا وتوبي فصاحة الألفاظ بلفظ فصيح وروان ومجالس لما لذتي من لهيج جاي تشنيه لما مجالس نبي كفيها تحل سكينة ولا تقول تحل سكينة ونيا شون يشتجبون واردبون يشتك نظن حل فيه يحل فيه ومجالس فيها تحل سكينة ومذاكرات معاشر الحفاظ. مذاكرة ومعاشرة نبي لقى الحفاظ لذتي من الدنيا بس ده ودايا. إن لذة العلم لذة تيجي علم فوق لذة السلطان والحكم. لسلو لذة السلطان والحكم شويكا التي تتطلع إليها نفوس كثيرة. زور نفس آواتي ودخوازي تشاوري دكا تطلع إلى الشيء تشاوري كردو تشاوي ليبو وتبذل لأجلها أموال وفيرة باري قوري لبينا ولا الصرف ذكري وتسفك دماء غزيرة خيني زوريش لبينا ولا صلاة السلطان هذا الرجري. بات أبو جعفر النسفي رحمه الله الحنفي شوي كردوا شوي بسر دهات مهموما لنا وخفدا من ضيق البال أبخلافي وتسكي وزع وسوء الحال وكثرة العيال زوري مال من دال. فوقع في خاطره بخيال دهات فرع من فروع مذهبه. فرعك لفروع مذهب تلدز عن المذهب أصولي هي أصولي فقهي ومذهبي لقل فروعي هي يعني لفقهي مذهبك يا خوي فرعك بابتك جزئيتي شي بخيال دهات بوي حلبو إشكالك بو ربيوة لبيري شو وبيري هاتوا. وكان رحمه الله حنفيا فأعجب به في سرسامبو في خوش حالبو فقام هل صابو يرقص في داره لماله هل دبري ويقول أين الملوك وأبناء الملوك. كوا باشان وكراني باشان كيوان مزان بجين كوا خوشيان أين الملوك وأبناء الملوك. تفتازانيش رحمتي خويلي بدي يقول إذا خاض في بحر التفكر خاطري هركات خاطر وخيال دچيت بحري تفكروا جيت ناو درياي بيركنوا بو لتستقري على درة من معضلات المطالب. معضل شتي آلوزا شتي برقري وقولا كبدواي درة وجوهري شي آلوز لمطالب علمي دا قري لو كاتدا لحالك دام حقرت ملوك الأرض في نيل ما حووا. زور هرچی پاشەی ئەرزێ زۆر بە کەمی دەزانم ئەوەش کە بەدەستیان هێناوە. ونیلت المنا ئەمن منا و منیە و ئاواتی خۆم بالکتب لا بالكتائب بە کتێب بەدەست دەهێنم نەک بە کەتائب کە جەمعی کەتیبە یعنی قطعی جەیش. ئەمن بەخلافی ئەوان دەگەمە ئاوات و ئومنی خۆم بە کتب لا بالكتائب. ولهذا لبر أوكع لذتي علم لسروي لذتي سلطانوية كانت الملوك تتوق إلى لذة العلم شوق حزيان هبو بول لذتي العلم داعي وتحس فقدها هستيشان بودكر إحساسيان بودكرت كأو لذتيان لكيسوا وتطلب تحصيلها. وهندك جار هولي برسينا نشان لدا وقتون هارون رشيد هات مالي مالك ولا خزمتي دا قطع علم والطئيخ. قيل لأبي جعفر المنصور أبو جعفر المنصور يعني قلت الخليفة العباسي المشهور الذي كانت ممالكه ملك وكانت دولة إسلامية تملأ الشرق والغرب رشالات ورشاوي زي بركر دبو. هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنل. قربان لذاتك هي لدنيا دا زنابتان نتان تشتيو بدستان نهنا بيه. فقال قتي
لشو يقولوا لبرجر ما هنا وهو مستو على كرسيه وسرير ملكه شاو مستقر لسر سرير وقد الله تختي ملكايتي بقيت خصلة الله اجتماعته أن أقعد على مصطبة بنايشي نزمة وها لقر على غيري أو بنياتي عندنا نسري دادنيشتن سكو لسر سكو يقدانيشم وحولي أصحاب الحديث لتواردون طلبي حديث دانيشن أي طلاب العلم فيقول المستملي أو كأها قلت من دنجي دقيان دو جيغاني كدنج ناقاتي أوردعته والله من ذكرت رحمك الله رحمتي خوالي تشيد قلت تشيان قيمة نهاية تشيد فرمو يعني فيقول حدثنا فلان والله محدث فلان كسبي قال حدثنا فلان ويسوق الأحاديث المسندة حديث بالسند وبجرته أو لذتها هي من بين جيشتو فانظر بروان إلى شدة افتقار هذا الخليفة إلى لذة العلم أو خليفة تندبي ويستي مفتقر بو هجار بو لذة علم وطلبه تحصيلها انظر إلى طلبه تحصيلها تن بدواي أو بو كبدستي بيني وجوعته برسيتي إليها تند برسي بو بوي ومتى عمر القلب بلذة العلم هركاد أو ضلاء ودان بو وعمر بلذة علم سقطت لذات العادات لذة تيجي عادتي وكوخو خواردن وغيري أو النامني وذهلت النفس عنها نفسي لي بأقاد بخيالي دانايا فالنضر بن شميل رحمه الله يقول لا يجد المرء لذة العلم إنسان لذة العلم ناتجة حتى يجوع عدا برسينا بي وينسى جوعه لا بيرتي برسيتي شي مشغول علم جارك كتير بقيد أخذ والله برسيم أخو لبلو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي صاحب مفسر تنجاران ليوي دجرنو تنجاران بانجان كردو ورب يا شيخ نانا كتفو باشا وديم خليش خلنا بوا ما ويش كبانجي ديكلاو يا شيخ ورنا انا كتفو باشا ديم دي جمتي بري وزال جمتي بري ونو شل صاوي شكاري كردو بسيتي كي بين ما بيتو بخ انكي كوتاي روجكا كتيبه كده اقصد اري بوكس بانجي كده بنا خالد يا شيخ رحمة الله ولا باني وبانجي دكي وانا خالد تبيني نامني عقيلينية بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة هل عندنا ألم أزيت آزاري أو الرياء دبيت اللذات كما شايك محمد يكري هارون الدمشقي ضلتشي ومحمد بن هارون الدمشقي يقول لمحبرة تجالسني نهاري محبرة أو كاسي حبري تذكري لقلم بين روجك أحب إلي من أنس الصديق بخواها وريك خاوريك خوشيستم كأنسم بيوي هو قرم بيوي بيلا قلم دان شيء أو كمحبرة كيلي بيو بلا ما خوشيست ورزمة أشهرت له كلمة ورزمة والله أعلم بالضمة بس الشيخ داخل دراوته ورزمة كاغد يا كاغد هادو مش كالينيا دستي كاغز رزمة كاغزل أو دستي لشت دستيق لكاغزش في البيت عندي كلمال من ذهبي أحب إلي من عدل الدقيق بيم خوشتر لب دقيقي الصاغ والصاف أردي تاك ولطبت آخر أو وقت أخو سبحان الله يسامل أنزل قدري أرنا زين أو كاتا هموش دبونان ولطمة عالم في الخد مني عالم كتوزق لينت وربي وزلق لبني جمدة ألذ لدي من شرب الرحيق زور خوش يسترى بلاي منور لشرب رحيق الخمر الصافية عرقي طبعا قيل غير ذلك طبعا هو مشهورين قوله عرقي بالفتا أو رحيقة والله تعالى أعلم هو كي لذته كي تيجي بيضا زلة زور له قوس له كخلق بلذتي الزاني ولا تعجب في تسير نبي
فما هذه الأحوال إلا مس عشق العلم. عشق علمي دزوشاندني كي هي دزوشاندني أو دزوشاندني عشق علما. فابن القيم يقول في روضة المحبين آخر لك كتايكي داد الله أوهم بصرهات عجيب وغريبي عشق دجيرة ولا بين بني بشر هيا مردوها هيا لبر عشق ناني ونخرا وهتاوق ولا برسا مردوها لأخير داد الله. وأما عشاق العلم أما عشقان علم فأعظم شغفا به خوشيستيان بوي زياتره وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه. وكثير منهم زوريتشيان لا يشغله عنه مشغول ناكا وسري هالناقري لسر كتابك أجمل صورة من البشر جوانترين الصورة وشكله ينال بشر. فأين هذا جاذب خومان بلاورتكين بوان فأين هذا الشغف يا طلاب العلم؟ أو خوشيستين لشيء وداهيك ممن يقدم حظه من عرسه على حظه من درسه. كابراجني هنا يك هفته يجمع يصال لدرس ذا دمر. ويكون جلوسه إلى السمار أهل السمر والشوترة فلا يخوش يسترى والشيوخ القمراء يعني شيوخ الليالي القمراء هكذا أو معناك عندك أوي بتمنبون بياي بتمنبون زوريان يعني زمان يكون والحيد بونو باوريان بخوانه بوبلام عجائبات وغرائبات يعني ابو مجلس يعني لبستو خلق لدوريان كودا بو بتعبد بو بيان ضلان شيوخ القمراء تقولوا شوانا كودا مونو كمان بردبو ما قلت شو عرض دبو كودا مونو بس رهات عجيب وغريب يعني الجرايو شغل دانشتي نوع مجلسانه بي خوشتره احب اليه من الجلوس الى العلماء. وتقوى عزيمته للتنقل في الفلوات فلات جي أرزي كاشي بكاشي وطولوانية عزيمتي هي بو شاخواني بو بياسة بو شي بدشتي كاشي بكاشي دا بروا. ولا تقوى على السير في نقل المعلومات مرانات أنا برادة فينا نقل وقاصة المعلومات ورجالي وأكتب كان اللي كيدي كان ملاحظة شي بخيالات وماضنا وقرتاقت نفسي كتب كيدي ملاحظة يسبنس. وينهض نشيطا لقنص الطير هل دستيتو بتشتو تالاشي وقنصي بوس سيرة ورصد قرتنوا لطيريك. ويرقد كسلا عن صيد الخير لي دخيو بالداته ولا برتنبلي لراستي الصيد خير بدس هنانو خصنا دستي خير لا قصي لو قصي شيخ سعدي وهنا ابن عثيمين رحمه الله بدا جرته وضلع قد كنت بفوم نبيني لحوشة لخدمت الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي درس مدخن كنت بفويك حتى سر دارك كان نزيك معنا والله منيش عندك يعني عندك قولنا ومتمن مزورنا ابو او هذا وزو تمام شيء الشيخ عندك كدو الشيخ قلت يا محمد قنص الخير أولى من قنص الطير سيرة قلتنا ولا خير هتاو كل دستنا شيء باشتر لو قنصة. فما حظ هؤلاء وكثير هم تزور كوا حظوا بشي أوانا ما حظهم من تعظيم العلم وقلوبهم مأسورة بمحبة غيره ضليان لأسروا لزنداني محبة غير علم دائم. قاي قولوا ما اللي بكا علم علمك كبمان جينته أو عبادتي أو بيلها موشد خوش تربية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.